مساء الخير عليكم يا جماعة، ورجعت لكم بفيديو جديد واختلاف جديد ما بين مصر وما بين النرويج. والاختلاف اللي انا راجعه بيه النهارده هو اختلاف التمريض ما بين مصر وما بين النرويج. طبعا الممرضات والممرضين دول اللي احنا بنقول عليهم ملائكة الرحمة، وهنا في النرويج هما فعلا ملائكة الرحمة، لانك لما بتخش اي مستشفى سواء انت المريض او ملازم المريض وتحب تسأل على اي سؤال، ممرضة او ممرض في المستشفى، فيعاملوك اول حاجة باحترام، يعاملوك اول حاجة برحمة، يعاملوك يردوا على اسئلتك، يعني اللي انت محتاج اجوبة عليها لو هم عندهم الاجوبة طبعا. وده المفروض يكون طبيعي، بس اللي مش طبيعي اللي عندنا في مصر. عندنا في مصر لو دخلت مستشفى، وانا كل كلامي على المستشفيات العامة، لان انا لما كنت عايشة في مصر كنت بخش المستشفيات العامة مع اي حد بقى، والدتي والدي اي حد. فاما تخش المستشفى العامة وتقابل ممرضة، وبقول ممرضة لان الممرض مش شائع قوي عندنا في مصر، هنا في ممرضين رجالة بس في مصر مش كتير، قليلين. واللي انا قابلتهم ستات مش رجالة ممرضات. فتخش المستشفى فمعاك مريض او انت المريض وتحب تسأل سؤال للممرضة، قابل بقى لو انت شكلك حلو او شكلك عاجبها او شكلك عاجبها هترد عليك. لو طريقتك او طريقتك عاجباها هترد عليك. لو طريقتك مش عاجباها مش هترد عليك. لو هي قاعدة بتاكل او بتحكي مع زمايلها مش هترد عليك. فدي مش ملائكة رحمة. على فكرة التمريض في مصر لازم يكون له شروط خاصة جدا علشان تقبل في مدرسة التمريض، ولازم يعلوا مستوى مدرسة التمريض عندنا في مصر، لأن من أهم عوامل في أي مستشفى التمريض مش الدكاترة. أنا ما بكلمش النهاردة على الدكاترة عشان الدكاترة مش موضوعي النهاردة. النهاردة موضوعي الممرضات اللي أنا قابلتهم في المستشفيات العامة في مصر. انا لما بكون في مصر على فكرة اكتر حاجة بتكون مخوفاني ان انا امرض او يحصل حاجة واروح مستشفى وقابل العينات دي، العينات اللي انا بتكلم عليها. على فكرة في ممرضات حلوين او في ممرضين حلوين او طيبين او عندهم رحمة، انا ما قابلتهمش للأسف طبعا، لان انا كان نفسي ان انا يكون عندي فكر مختلف عن الفكر اللي عندي دلوقتي عن الممرضين والممرضات في مصر. يا جماعة، لكل الممرضين والممرضات في مصر، لما بتكون شغال في مستشفى ويدخل واحد مع مريض او مريض، ده بيكون بيتألم، بيكون خايف، بيكون جواه حاجات كتير جدا او صراعات كتير جدا انت لا تعلم اي شيء عنها، انت شايف بس الظاهر. فياريت يكون عندنا رحمة، ياريت يكون عندنا قلب، نعامل الناس بقلب اكتر من دلوقتي. انتوا اهم حاجة في المستشفى، فياريت تكونوا عارفين ان انتوا مهمين، بس ما تتعاملوش على انكم مهمين مع الناس اللي جايين مرضى او مرافق المريض. لازم تتعاملوا معاهم بالرحمة. الرحمة دي اهم حاجة على فكرة. وشكرا لكم، واستنوني في فيديو جديد واختلاف جديد ما بين مصر وما بين النرويج.